سنة مهجورة ناس كتير ما تعرفهاش. تعالوا نسمع الحكاية دي الأول عشان نعرف إيه هي السنة المهجورة اللي ممكن ناس كتير ما تكونش عارفاها. سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيروي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيحكي فيه عن آخر أهل الجنة خروجا من النار دخولا إلى الجنة. قصة طويلة إن الراجل كل ما يلاقي نفسه في مكان يفتكر إن مفيش حد في النعيم اللي هو فيه. يعني أول ما خرج من النار شايف إن هو الوحيد المنعم. خرج من النار شوية ويلاقي شجرة فيطلب من ربنا إنه يستظل فيها، شوية ويلاقي شجرة أكبر، شوية ويلاقي شجرة أكبر، وكل مرة يطلب من ربنا الحاجة الأحلى اللي هو عمال بيشوفها، وربنا يسأله لو اديتها لك هتطلب مني حاجة تاني؟ فيقول لربنا لأ، لغاية ما يقرب لباب الجنة فيفتح باب الجنة فيشم ريحة الجنة ويسمع أصوات أهل الجنة، ويقعد شوية مستحي إنه يطلب من ربنا إن هو يخش الجنة، وبعدين ما يقدرش يصبر فيطلب من ربنا إنه يخش الجنة. فربنا يقول له: أيرضيك أن أعطيك مثل ملك ملوك الدنيا؟ فالعبد ده يقول لرب العالمين: أتستهزئ بي يا ربي وأنت رب العالمين؟ فيضحك عبد الله بن مسعود ويسأل الناس اللي كانوا قاعدين معاه: ألا تسألوني مما أضحك؟ فيسألوا: مما تضحك؟ فيقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما قال: ألا تسألوني مما أضحك، وعندما سألناه قال: أضحك لضحك رب العالمين حين قال له عبده: أتستهزئ بي يا ربي وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل: لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قدير. فالسنة المهجورة هنا إن إحنا لما نسمع حديث أو حكاية أو موقف ضحك فيه رب العالمين أو ضحك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن السنة إن إحنا كمان نضحك، أو إذا ابتسم نبتسم. وهي دي السنة المهجورة اللي ناس كتير ممكن ما تكونش عارفاها.